مرة تانية للناس اللي متابعوش فيديو المش القديم اللي انا كنت عاملاه في القناة من كذا سنة. معايا شرش من الجبنة. اي علبة جبنة بتبقى محفوظة في الشرش بتاعها اللي هو سائل المية اللي بتبقى فيها يعني. باخد جزء منه وقليل من اي قطع جبنة عندي، وبحط ملح وشطة وفلفل. اهم حاجة في الموضوع ده كله الفلفل. الفلفل يحبذ انه يكون حراق، ولو ما عندناش حراق بنحط شطة وبنحط الفلفل اللي زي ده اهو. انا قطعته وفتحته وهبتدي احطه في الهاند بلندر مع الخليط اللي انا كنت حطاه هنا. ده عبارة عن شرش على فلفل من ده. وانا كنت عاملة علبة جبنة يعني او برطمان جبنة اهو بالشكل ده. انا هنا اهو البرطمان اللي كان عندي اللي كنت عاملاه مسبقا. طبعا من ضمن المكونات الاساسيه فيه المرتة. انا هنا كنت كل خلطه كله على بعض، المرتة على الجبنه على الشرش على الشطه على الملح. ودلوقتي حطيت قطعه من الفلفل، وهحط الخليط اللي انا عملته الفلفل المطحون على البرطمان ده. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده.